التحديث الأعظم في تاريخ التطبيقات الرقمية في مصر نزل أخيرا في تلدا. ودلوقتي تلدا بقت حاجة زي البورصة، يعني مش بس تلدا بتديك تطبيق تقدر تدفع بيه براحتك أي مدفوعات في مصر، كمان بتديك كارت تقدر تدفع بيه في أي حتة في مصر أو تسحب منه من ماكينات بنك القاهرة أو أي باكينات تانية. لا، ده كمان زودوا عليها إضافة خاصية البورصة للتطبيق. يعني من الاخر كده انت مش محتاج تسجل في تطبيق ثاندر، كل المطلوب منك ان انت يكون معاك تطبيق تلدا بتوافق على شوية شروط واحكام، وبعد كده على طول بتقدر تدخل في موضوع البورصة. والمميز بقى في الموضوع بتاع البورصة ده ان انت تقدر تسحب فلوسك من الحساب اللي هو بتفتحه بتاع الاستثمار في البورصة على الكارت، وطبعا فلوس الكارت تقدر تسحبها من اي ماكينة، وفي نفس الوقت برضو تقدر تعمل ايداع على حساب الاستثمار من رصيدك في تلدا. وتلدا سهله جدا تتشحن من اي فيزا تانية او حتى تتشحن من انستا باي بالتحويل على 16 رقم بتاعها، فانت فلوسك رايحه جايه بمنتهى السهوله. طيب انا رايي ايه في موضوع البورصه؟ رايي ان انت ما تدخلش في موضوع البورصه ده غير لما تبقى فاهم ودارس كويس. يعني ما ينفعش تقول انا هشتري سهم او صندوق او ايا كان وسعره هيعلى مثلا واسيب فيه فلوس. لازم الاول تبقى دارس السهم او الصندوق ده، يعني الشركة دي مضمونة ولا لا. لازم برضو تبقى فاهم الاستراتيجية الصح عشان محدش يضحك عليك، لان البورصة زي ما بتكسبك اضعاف اضعاف ممكن تخسرك كل فلوسك لو انت مش فاهم صح. وعشان الموضوع يبقى في نوع من انواع اللي هو مكسب وخسارة، فانت لازم تبقى دارس. انت مش داخل بترمي زهر وخلاص، لا، انت داخل في حاجة انت فاهمها ومتقبل المكسب ومتقبل الخسارة، عشان بس ما يكونش فيه اي شبهة في الموضوع، وحرام تكون تعبت في فلوس وتروح عليك. انا عارف ان في ناس كتير جدا من اللي بيتابعوني نفسهم يبقى عندهم حرية مالية، ونفسهم يرتاحوا من الوظائف بتاعتهم، ونفسهم يبقى ليهم دخل يقدروا يستغنوا بيه عن اي حاجة. بس لازم تفكر صح وتفكر كويس قوي قبل ما تدخل الحاجة، ولازم تبقى دارسها. يعني اليوتيوب مليان استراتيجيات. بقول لكم الخبر ده لو ما ظهرلكش الاستثمار في تلدا نزل التحديث عندك، هتلاقيه نزل لك لانه تقريبا نزل لكل الموبايلات دلوقتي. هتلاقوني سايب لكم رابط التسجيل في تطبيق تلدا لو مش معاك في وصف الفيديو، واسيب لكم كل الفروع اللي تقدروا تشتروا منها كارت تلدا في مقالة في وصف الفيديو. اتمنى الخير والتوفيق للجميع، ويا ريت تركزوا قوي في الكلام اللي انا قلته. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.